يا صباح الخير عليكي. أخدتي بالك قبل كده إن نسبة كبيرة من الناس بتسامح اللي ماتوا؟ يعني يبقى اللي مات ده حد كان بينكفك ومطلع عينك، بس بعد ما يموت بتلاقي مخك مش بيفتكر غير الحلو بس، والوحش ده لو افتكروا أصلا بيبرروا ويقولك أعذار، ده انتي ممكن حماتك توحشك يا شيخ. طب ليه ده بيحصل؟ لأن الغياب الدائم بيخلي المخ يفلتر الذكريات ويتمسك بالحلو بس. وعلى فكرة ده بيحصل في كل أنواع العلاقات، مش بس مع حبايبنا اللي ماتوا. وجود الشيء بشكل مستمر يخليكي تتعودي عليه، مع الوقت بيبقى عادي وبعدين ما تحسيش بيه. لا ده كمان ممكن يبقى دمه تقيل وتحسي انه كاتم على نفسك ومش طايقاه. ودي أسوأ حاجة بتحصل بعد الجواز، اننا ملطوعين على طول في وش بعض. عارفة وقت الخطوبة كان حلو ليه؟ لان انتوا غير متاحين طول الوقت، بتشوفوا بعض مرة في الاسبوع، وفي احتمال وارد ان لو طرف اتقمص انه يفركش العلاقة، فتمسككم ببعض في الفترة دي بسبب عدم امتلاك كل طرف للتاني. بعد الجواز بقى خلاص، ضمنتوا بعض. جوزك مهما غاب طول اليوم برضه هيرجع البيت تاني، لان ملوش متوى غيره، وكده كده هتشوفيه. وهو عارف برضه انه هيرجع البيت هيلاقيكي في خلقته، هتروحي فين يعني؟ فوجودكم في وش بعض باستمرار طلع مش حلو. زي لما تشتري عربية جديدة، في الأول بتبقي مبسوطة جدا، بعد شهرين تبقى عادي مجرد وسيلة مواصلات، ده انت ممكن حتى تبدأي تشتكي منها. أو حلة جديدة جبتيها بتبقي فرحانة بيها جدا، وبتتلككي بقى عشان تطبخي فيها أي حاجة، ومع الوقت بتترمي في دولاب المطبخ جنب اخواتها القدام. ولو جوزك موجود في البيت طول الوقت، بعد فترة هتمليه وهتقفيله على الواحدة. بيبقى عامل كده زي عفش البيت، يعني بيشغل حيز من المكان. بس الفكرة انك لما بتملي من فرش البيت بتغيريه او بتجدديه. طب جوزك هتعملي فيه ايه؟ هتبقي محتاجة انك تجددي العلاقة بينكو او تدخلي اي تغيير يكسر الريتم الثابت. في ناس بتسافر، بس برضو ما انتوا هتبقوا في خلقة بعض، هتتبسطوا اول كام يوم وبعدين البوز هيرجع يتمد تاني. عارفة المثل اللي بيقولك ابعد حبة تزيد محبة؟ ده طلع علم مش كلام قهاوي. لو بعدتي عن جوزك شوية مخك هيفلتر المشاكل وهيفتكر الحلو، بتنسي الإزعاج والعيوب والمشاكل الصغيرة، ويقلل التوتر في علاقتكم. الغياب البسيط بيكسر الاعتياد، فيرجع الإحساس بالقيمة تاني. والعقل البشري ربنا مصممه إنه يلاحظ التغيير مش الثبات. يعني لو دخلتي أوضة وشميتي ريحة حلوة، بعد 5 دقايق مش بتحسي بالريحة، مش لأنك شفطتيها كلها في نخاشيشك، بس هو المخ بيشتغل كده عشان يوفر الطاقة. مش منطقي يفضل يركز في حاجة مش بتتغير. فالستات اللي بتخنق على جوازها، يعني ما تسافرش مع صحابك، ما تقعدش على القهوة، ما تسيبنيش وتنزل تلعب كورة، وعايزاه دايما تحت عينيها، ده مش حلو خالص. لأن الوجود المستمر بيقتل الشوق، والشوق هو اللي بيخلي الحب عايش. ادي الراجل مساحته شوية، خليه ينزل يلعب كورة، يسافر مع صحابه، روحي انت بيت اهلك. وخلي بالك، انا مش بقولك اهربي من المشاكل، مش بقولك استخدمي البعد كعقاب، ومش بقولك تطفشي منه حتى لو نفسك تعملي كده. انا بتكلم عن مساحة صحية تحصل كل فترة، يعني يوم في الاسبوع او اسبوع كل كام شهر. او انتوا لما تلاقوا ان فولت الرخامة زاد قوي، يبقى دي علامة انكم محتاجين تريحوا من بعض شوية. وبعد الغيبة اول ما يرجع، بدل ما كنتي بتقولي له هو انت جيت يا معدول، هتلاقي نفسك بتجري عليه بتقولي له وحشتني، لان مخك واعصابك ارتاحوا شوية من الضغوط، فبقيتي مشحونة بطاقة شوق مش تعب. قيسي على ده كل حاجة تانية بقى في حياتنا. احنا نحمد ربنا انه من رحمته بينا خلى رمضان شهر واحد بس في السنة. تخيلي لو طول السنة كان رمضان، كان هيبقى عادي، ما كنتيش هتحسي بأي مشاعر إيمانية، وهيبقى زيه زي أي يوم تلات. لأن النفس بتألف النعمة، وربنا عالم بينا، ودايما حل النفس دي هو المنع والحرمان. فباختصار، لو عايزة جوزك يشتاقلك غيبي، لو عايزاه يفتكر انك حلوة سيبيه ينساكي شوية، لو عايزاه يقدرك وريه الحياة من غيرك بتبقى عاملة ازاي، وصدقيني هيرجع يدور عليكي.
لأن أحلى حاجة في الدنيا مش الحاجة اللي موجودة طول الوقت، لا، هي الحاجة اللي بتوحشك. وإنك تيجي متأخر أحسن من إنك ما تجيش خالص. وأشوفك تاني إذا شاء ربنا. سلام.